على الشكل التالي تنطلق المباراة بأرجل لاعبي فريق الجيش الملكي. كرة اتجاه الجهة اليمنى، ضربة خطأ أولى لصالح فريق أولمبيك أسفي. بالنسبة لفريق الجيش الملكي دخل بالتشكيلة التالية: أنس السنيتي في حراسة المرمى، بقية اللاعبين: يونس بالخضر، مصطفى المراني، أنس عزيم، أيوب برحيم، يونس حمال، سمير الزكرومي، مهدي النغمي، صلاح الدين عبقال، يوسف أنوار، ونور الدين القرش هداف الكوكب الموسم الماضي حينما لعب في القسم الثاني. كرة خطيرة لفريق أولمبيك أسفي، رفيق عبد الصمد يحاول المراوغة، تدخل الدفاع مدى الكرة لصالح الأولمبيك، تمريرة في العمق، المراني يتدخل، مهدي خرماش، ولا ما زال صراع فريق أولمبيك أسفي في الجهة اليمنى، حاول الدخول ويتدخل الحكم اللقاء يعلن عن ضربة خطأ لصالح دفاع فريق الجيش الملكي. دكة بدلاء الجيش تضم كل مشعب، سفياني، علي القروني، رضوان الزرزوري، جمال آية المعلم، مهدي بن رحمة، حمزة حجي واسلام بن جلون. ضربة خطأ تنفذ من أنس الزنيتي. كرة في الجهة اليمنى، صعود بالخضر وتدخل مهدي خرماج اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي. سعد دحان في دكة بدلاء الجيش كمدرب مؤقت في انتظار التعاقد مع مدرب آخر بعد فك الارتباط مع المدرب جواد الميلاني. يقود اللقاء الحكام نور الدين ابراهيم كحكم رئيسي، يسانده كل من يوسف مبروك وخالد المرضي. وضربة خطأ لحظة صالح فريق أولمبيك أسفي. ضربة ثابتة تنفذ. كرة في الجهة اليمنى، تمريرة لكن تلمس يد المراني. كانت محاولة التمريرة والمراوغة من ديكو بيليكس دا سيلفا اللاعب البرازيلي بصفوف فريق أولمبيك أسفي. ضربة خطأ ونفذ من طرف ياسين البساطي لاعب السابق للحسنية. كرة مقوسة خطيرة، أنس نيتي، ويتدخل معه الحكم مولين عن ضربة خطأ لصالح أنس زنيتي. قلت مباراة هامة للفريقين، البحث عن أول انتصار، أول 3 نقاط. فريق أولمبيك أسفي يريد، يبحث عن تحقيق انطلاقة عبر انتصار بميداني أمام جماهيري. تنتظره مباراة حارقة أيضا في مباراة ربع نهائي كأس العرش أمام فريق المغرب التطواني. طبيعة الحال أذكر بأن فريق المغرب التطواني فاز اليوم في مباراة عن الجولة الرابعة، دائما فاز بهدف واحد على حساب وداد فاس. وأمس حقق فريق جمعية سلا فوز هام، وبين قوسين فوز مفاجئ بميدان فريق المغرب الفازي، فاز عليه بهدفين دون مقابل. وننتظر الهدف الأول في لقاء اليوم من الجهتين. دا سيلفا يعني الكرة رفيق عبد الصمد، رفيق عبد الصمد للغيني، محمد ساكو، تعود الكرة، كرة في العمق، كرة جميلة في الجهة اليسرى، تمريرة خطيرة خطيرة، تدخل أنس الزنيتي، كرة خطيرة لصالح فريق أولمبيك أسفي. لم نشاهد لحد الساعة ولا هجمة واحدة لفريق الجيش الملكي، مازال يبحث لوحده، يراوغ ويعيد المراوغة ويعيد الكرة يوسف أنور لخطوط الدفاع. يمر فريق الجيش الملكي بفترة فراغ. تصوروا لنتصور جميعا فريق الجيش الملكي في الرتبة الأخيرة بنقطة واحدة ونحن نلعب الرتبة الرابعة. الفريق الذي يلقب بالزعيم، يلقب أنصاره بالزعيم ب 12 لقبا و11 لقبا في كأس العرش، بطل إفريقيا. فريق أولمبيك أسفي ليس بحال أفضل بنقطتين فقط من تعادلين. وقلت والفريقان معا يبحثان عن أولى النقاط الثلاثة. خاطئة التمريرة، كرة خطيرة بالجهة اليمنى، تأخر نوعا ما دا سيلفا تسديدة قوية، والكرة
في الزاوية. يعني كان عبد الغني معاوي كما نتابع تأخر نوعا ما. دا سيلفا يعود بقوة. اللاعب البرازيلي بصفوف فريق اولمبيك اسفي. جاور مجموعة من الأندية في البرازيل. تمرر الكرة خطيرة، ما زالت الكرة لصالح فريق اولمبيك اسفي. دا سيلفا يراوغ يمرر، تبعد الكرة من ايوب برحيم. يكتفي فريق الجيش الملكي لحد الساعة فقط بإخراج الكرة بمحاولة صد هجمات فريق اولمبيك اسفي. قلت اللاعب دا سيلفا ديغو لاعب لفريق بوتافوغو البرازيلي يلتحق بالبطولة النرويجية، بعدها عرج على البطولة البحرينية. جاور فريق الأهلي والمحرق البحريني الذي لعب له المغربي فوزي ويشو. تبعد محاولة فريق الجيش الملكي، يتدخل الدفاع مهدي خرماج عميد الفريق يبعد الكرة برحيم، وإذا الكرة للمراني. مراني أنس عزيم تمريرة خاطئة، تدخل الدفاع وتماس لصالح فريق الجيش الملكي. على الشاشة الزكي بدو. الإطار الوطني أشهر من نار على علم كما يقال، والأكيد أن التعاقد مع إطار بحجم الزكي بدو له تبعاته ومبرراته الأكيد بالنسبة لفريق اولمبيك اسفي. بعد 57 سنة، أزيد من نصف قرن قضى فريق اولمبيك اسفي بالقسم الثاني. عاد في موسم 2002-2003 بنفس الموسم استطاع تحصيل الرتبة الرابعة. شارك بعدها في دوري ابطال العرب. نتابع المحاولة فريق الجيش الملكي، تدخل مهدي خرماش وبعد الكرة هجمة مرتدة لفريق اولمبيك اسفي. تباطؤ من اللاعبين وبناء الهجمة. تمريرة يوسف الخضر يتدخل، زكرومي بالخضر مرة أخرى. تحول الكرة إلى منتصف الملعب. أيوب برحيم يغير فقط خارج أرض الملعب بعدما كان تمرير في اتجاه يوسف أنور لاعب الصفق لفريق الوداد الفاسي. قلت بأن فريق اولمبيك اسفي هذا الموسم يكون قد قضى 10 سنوات بالتمام والكمال بالقسم الأول، واعتقد أن الفريق وصل لمستوى من النضج بإمكانه الآن البحث عن الألقاب والابتعاد عن لازمة تشجيع وتنشيط الكرة بالمدينة وتنشيط البطولة الوطنية. يوسف الأخضر اللاعب الدولي سيتلقى ورقة صفراء مجانية. فريق الاولمبيك اسفي سيبحث هذا الموسم، يحاول ان يرتقي الى مصاف الانديه التي تبحث عن الالقاب او على الاقل التموقع بين انديه الصداره. والتعاقد مع بدو زكي اكيد له هذه التبعات وهذه الافكار والمخططات كما اصر لنا بذلك أكثر من عضو بالمكتب المسير لفريق اولمبيك اسفي. كرة في التماس الآن. عشر دقائق وفريق اولمبيك اسفي يبحث عن الهدف، بينما يبحث فريق الجيش الملكي فقط على الحفاظ لحد الساعة على المنطقة معتمدا على مهاجم واحد. نور الدين القرش يبقى وحيدا في منتصف الملعب ينتظر هجمة مرتدة من الفريق العسكري. ضربة ثابتة أخرى لفريق اولمبيك اسفي. 6 مهاجمين و6 مدافعين بمربع العمليات. ومرة الكرة أنس نايتي، خطيرة كرة، ضربة مرمى لفائدة الجيش الملكي.
كانت المتابعة من كاسي أكيسي ماتياس، اللاعب الإيفواري بصفوف فريق الأولمبيك كاسافي، تعاقد معه الفريق لمدة 3 مواسم. ضربة مرمى تنفذ من أنس نيتي، كرة في العمق، تدخل الفافرة، كرة لصالح لاعبي الجيش عمير الزكرومي، وأيضا الكرة لأنس عزيم، أنس عزيم مصطفى المراني، يونس حمال، أنس عزيم، ضربة خطأ لصالح الجيش الملكي. يعني يملأ لاعبو فريق اولمبيك كاسافي مساحة الملعب بشكل جيد. قلت بأن الاستقبال داخل الميدان له الإيجابيات متعددة، من بين أن كل لاعب والفريق ككل يحفظ عن ظهر قلب كل أمتار الملعب، وبالتالي يستغل اللاعبون الأمر لتحقيق التفوق على الفريق الخصم. ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي، كانت مراوغة من يوسف أنور، اللاعب المتحرك بإمكانيات فردية كبيرة، لاعب السابق لوداد فاس. ضربة خطأ وراء الكرة، سكرومي والمراني وأيضا يونس حمال. سكرومي سيمرر تمريرة فقط خارج رقعة الملعب، كان تدخل حمودي، خطيرة، كرة تبعد من دا سيلفا، يراوغ رفيق عبد الصمد، كرة جميلة في منتصف الملعب، عودة لاعبي الجيش وضربة خطأ تلعب بسرعة لصالح عبد الغني معاوي. رفيق عبد الصمد يراوغ، يمرر، وتبعد الكرة بقوة. أيوب بورحيم، مازال صراع على الكرة في منتصف الملعب. صلاح الدين عقال، نتابع صلاح الدين عقال كثيرا لحد الساعة، يحاول المراوغة، يفلح في التمرير. مهدي النغمي، كرة دائعة، يوسف الترابي، يوسف الترابي يتحول من الدفاع إلى الهجوم لحسن حظ فريق الجيش الملكي. الكرة خارج حدود الملعب، تماس ليوسف الخضر، تلعب الكرة بسرعة. أنس عزيم يغير للجهة اليسرى، أيوب بورحيم ينتظر انطلاقة أحد المهاجمين. 3 مهاجمين في صفوف أو في مربع عمليات أولمبيك أسفي. تضيع الكرة بسرعة، تتحول لأولمبيك أسفي خطير، الفريق المسيوي في الحملات المرتدة، يعتمد على تصرفات لاعبي الأجنحة. ندخل ربع ساعة الأول من الجولة الأولى، دائما 0 لمثله نجح لحد الساعة فريق الجيش الملكي في امتصاص الاندفاع و يعني الاكتساح إذا صح القول للاعبي فريق أولمبيك كاسافي في ال10 دقائق الأولى. كرة خطيرة خطيرة، فريق الجيش تدخل حمزة حمودي، حمزة حمودي الحارس السابق للجيش يفلح في منع هدف على فريق الجيش الملكي. مراني، زكرومي، تعود الكرة لفريق اولمبيك كاسافي في جهة اليسرى، رفيق عبد الصمد يبحث عن تسديد، تسديدة قوية، يرد بسرعة فريق اولمبيك اسفي، يرد بسرعة. وتدخل ايضا في الوقت المناسب لأنس الزنيتي، كانت تسديدة قوية لرفيق عبد الصمد، تنفذ ضربة الجزاء أو الزاوية، والكرة لصالح أنس الزنيتي في منطقة الجزاء، ضربة خطأ لصالح الحارس أنس الزنيتي.
لعب الكرة بسرعة لصالح لاعبي فريق الجيش الملكي. سيبحث فريق الجيش الآن عن محاولة الوصول لمرمى حمزة عمودي. كرة لصالح الدين عقال، يعني تمريرة لصالح يوسف أنور، المساندة من الجهة اليسرى، التمريرة بدون اتجاه من سمير الزكرومي، كانت منادات من أيوب برحيم في الجهة اليسرى. يتحول إيقاع اللقاء الآن تقريبا للتوازن. عاد فريق الجيش الملكي لمن منتصف الملعب. المباراة ليست سهلة بتاتا، لا على فريق الجيش ولا على فريق اولمبيك. هذا صلاح الدين عقال يراوغ، كرة خطيرة ويتدخل الدفاع. مهدي خرماش يبعد الكرة. يعني كانت هجمة منظمة منسقة لفريق الجيش الملكي بداية من منتصف الملعب. صلاح الدين عقال تابعنا، راوغ، مرر كرة جميلة، تدخل خرماش، ابعد الكرة للزاوية. يوسف انور يمرر كرة خطيرة، زكرومي، كرة خطيرة خارج حدود الملعب، ضربة مرمى لفريق اولمبيك اسفي. وكما قلت ايقاع المباراة والمباراة ككل تعود للتوازن نوعا ما بين الفريقين بعدما بدأ فريق اولمبيك اسفي اللقاء بقوة. أذكر بأن الفريقان معا يبحثان عن انطلاقة حقيقية من خلال اللقاء اليوم. نقطة واحدة لفريق الجيش، نقطتان لأولمبيك أسفي في ترتيب أندية الصفوة. كرة في اتجاه فقط أنس الزنيتي، تماس ولعب الكرة في منتصف الملعب. رفيق عبد الصمد، لا شيء يقول حكم اللقاء، تمرر الكرة وتسلل صلاح الدين عقال، أعلن عنها الحكم المساعد. تسلل لصالح فريق أولمبيك أسفي. يوسف الترابي، تدخل الدفاع فقط خارج رقعة الملعب. جمهور متوسط العدد يتابع لك اليوم، لكن جمهور متحمس، مختلف فصائل مشجعي فريق اولمبيك اسفي، وانضافت له جمعية جديدة، جمعية المستقبل، وبضع عشرات من مشجعي ايضا فريق الجيش الملكي قدموا من مدينة الرباط، من مدينة اليوسفية، من مدن اخرى قريبة من مدينة اسفي. كرة في الجهة اليمنى، دخول يوسف انور والمراني يبعد الكرة. اللي كان التحرك جيد كما تابعنا طيلة الدقائق الماضية لعبد الغني معاوي، امكانيات جيدة اللاعب. مراني يتدخل، ساكو، تمريرة جميلة، يوسف الخضر وانس الزنيتي يتدخل اخيرا. تحول الكرة من جديد للاعبي فريق الجيش الملكي. ايوب بورحيم في الجهة اليسرى، سيعيد الكرة يوسف انور، يعيد الكرة لمراني، أنس عزيم ينتظر الفرصة واللحظة المناسبة للتمرير. يحاول لاعب فريق الجيش الملكي
إخراج لاعب أو لاعبين من صفوف فريق أولمبيك كاسافي ليتسنى لهم التمرير. كرة من القرش في صلاح الدين عقال في الجهة اليمنى، يعيد الكرة بشكل جيد، تمريرة خطيرة. القرش هداف بطولة القسم الثاني الموسم الماضي، كان معار لفريق الكوكب فريق الجيش الملكي، عاد لفريقه الأول ولم يسجل لحد الساعة ولا هدف على مستوى الدوري الاحترافي. تسلل دا سيلفا اللاعب البرازيلي، يلعب الكرة بسرعة. مراني، سمير زكرومي، المراني، أنس عزيم، اتجاه صلاح الدين عقال بجهة اليمنى، تدخل الترابي، مهدي خرماج، تقطع الكرة من يونس حمال، كرة في الجهة اليمنى، يونس بالخضر، مساندة من المهدي النغمي، أنس عزيم يعيد الكرة لمراني، أيوب بورحيم، يوسف أنور، تمريرة جميلة. القرش لا شيء، كاصطدام بين لاعبين وحكم اللقاء نور الدين إبراهيم لم يعلن عن أي شيء. سعد دحان يقدم على تغيير، حمزة حجي يدخل مكان يونس بالخضر الذي تلقى ورقة صفراء. أكيد أن خروج يونس بالخضر هو بمثابة تغيير ربما تداوله كثيرا سعد دحان مع الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي مكون من حموال الفضيلي وابراهيم الورداني حسينة. يعني ربما لم يريدوا المغامرة بإبقاء يوسف الخضر وسط تشكيلة الفريق العسكري وهو يحمل ورقة صفراء. على أي المباراة تعود لرتابة، يعني لم تسجل مع بداية المباراة. تلعب الكرة من حمزة حمودي في منتصف الملعب، الضغط كبير على الفريقان معا، على لاعبي الجيش وعلى لاعبي أولمبيك أسفي، بنقطة واحدة أقوى الفريق الشمالكي وبنقطتين لفريق أولمبيك أسفي. لقاء أعتقد بأنه لن ينتهي بنتيجة التعادل. صلاح الدين عقال في الجهة اليمنى يمرر كرة خطيرة، نور الدين القرش، نور الدين يهيئ كرة جميلة، تسديدة ضعيفة، تسديدة مهدي النغمي بين يدي الحارس حمزة حمودي السهلة. ديكو دا سيلفا، وهذا اللاعب رفيق الصمد يمرر، تسلل المهاجم ياسين البساطي، ورقة صفراء لياسين البساطي على أي على لاعبي البطولة الوطنية بدون استثناء. ربما أن يتعاملوا مع حكام اللقاء يعني إذا صح القول باحترام أكثر. فمتى أعلن حكم اللقاء عن قرار معين، فعلى اللاعبين الالتزام بالقرار. تابعنا ورقة صفراء مجانية لياسين البساطي الآن. على أي فريق الجيش الملكي أخطر في الدقائق الماضية، صلاح الدين عقال يحصل
على ضربة خطأ. نقاط سنوات طويلة بالدوري السعودي بمجموعة من الأندية، بعدما نجح مع فريق أولمبيك ربكة في بدايته الأولى. حمزة حجي أول لمسة، أول تمرير لحمزة حجي، يستعد للتمرير، كرة خطيرة، خروج حمزة حمودي يعود، تسديدة أيوب بورحيم، مدى الكرة في منتصف ملعب أولمبيك أسفي، وتماس لصالح الفريق المسفوي. 26 دقيقة، دائما صفر لمثله لحد الساعة. المباراتين السابقتين عن الجولة الرابعة من الدوري المغربي للمحترفين عرفت تسجيل الأهداف. فريق المغرب الفاسي تلقى أمس هزيمة من هدفين أمام فريق جمعية سلا، وفريق المغرب التطواني بكل العلامات 4 مباريات 4 انتصارات 12 نقطة. يعلن عن نواياه مبكرا فريق المغرب التطواني، وهنا يؤدي الفريق ثمن الاستقرار، يؤدي الثمن بشكل ايجابي لحد الساعة بعدما توج باول لقب احترافي. تمرر الكرة في العمق، خطيرة، كرة تدخل انس نيتي واحد لاعبي فريق الجيش الملكي، ملقى على الارض منذ دقيقة تقريبا، هو اللاعب نور الدين القرش. تابع اللقطة التي أعطت أو أصيب فيها اللاعب نور الدين القرش. بداية الموسم الجديد تلقى فريق الجيش الملكي هزيمتين، الأولى أمام جاري الفتح بهدف ل0، والهزيمة الثانية كانت الجولة الماضية أمام فريق المغرب التطواني ب3 أهداف لهدف. تعادل خارج ميدان أمام فريق المغرب الفاسي. بينما الأولمبيك أسفي عاد بتعادل بمثابة انتصار أعتقد بالدار البيضاء أمام فريق الرجاء الرياضي، وانهزم بميدانه هنا بملعب المسيرة بهدف أمام فريق نهضة بركان، وعاد بنقطة من مدينة الحسيمة، ويبحث اليوم عن أولى انتصارات الفريق بملعب هذه الموسم. تمريرة جميلة في الجهة اليوم، تدخل هنت عزيم، يونس حمال، حمزة حجي يمرر الكرة فقط في اتجاه مدافع فريق أولمبيك أسفي، تماس لصالح الجيش. كرتان في الملعب على حكم اللقاء، تدخل يترك الكرة مستمرة. رفيق عبد الصمد يمرر كرة جميلة في الجهة اليمنى، ياسين البساطي، رفيق عبد الصمد، ياسين البساطي، دا سيلفا يراوغ، لاعب جيد ياسين البساطي، تمريرة خطيرة، دخل انس عزيم ومهدي النغمي يتدخل، وضربة خطأ لصالح مهدي النغمي، وورقة صفراء لمحمد ساكو اللاعب الغيني، لاعب السابق لحافية كوناكري، لاعب ايضا في الدوري التونسي. دخول الطاقم الطبي لفريق الجيش الملكي، ونتساءل مع الجماهير المغربية ومع جماهير الجيش الملكي عن هوية المدرب السابق او القادم للفريق لمواسم متعددة. أشرف على الفريق مجموعة من الأسماء من الأطر المغربية منذ تقريبا موسم 2005
ونتذكر جميعا الفرنسي هنري اسطنبولي هذا موسم جيد مع فريق الجيش الملكي، وكان اخر اعتقد مدرب اجنبي يشرف على تدريب فريق الجيش الملكي. وهوية المدرب القادم لفريق الجيش الملكي تتأرجح بين الأطر الوطنية وأطر أجنبية، ومرت بفريق الجيش الملكي مجموعة من المدارس الإيطالية البرتغالية الفرنسية والبرازيلية أيضا في شخص مهدي فاريا، ومجموعة من المدربين الآخرين. على أي نتمنى أن يعود التوازن لفريق الجيش ليواصل منح الدوري المغربي العطاء والتنشيط القوي الذي قدمه الفريق طيلة موسم عديد. نتابع محاولة لصلاح الدين عقال في الجهة اليمنى، يحاول المراوغة، يبحث عن التسديد أو التمرير، يمرر نور الدين القرش، لاعب مهاجم خطير في مربع العمليات، يعني أن يسجل أكثر من 25 هدف في بطولة القسم الثاني ليس بالأمر الهين. مهاجم من الطراز الجيد أعتقد، لكن ينتظر انطلاقته الجديدة والحقيقية مع فريق الجيش الملكي. توصل اللقاء، لعبنا نصف ساعة من عمر الجولة الأولى واللقاء ككل، دائما صفر لمثله. يعني بإلقاء نظرة على الأسماء التي تحمل قميص الفريقان، فريق الجيش والأولمبيك أسفي، لاعبون متمرسون مروا بأفضل الأندية الوطنية. فاللقاء حقيقة الأمر يعرف صراع كبير بين اللاعبين، هو صراع أيضا بين المدربين، بين سعد دحان وبدو الزكي. ولو أن حسين ابراهيم الورداني كما نتابع هو من يعمل على تلقين اللاعبين تعليمات تلو الأخرى. رفيق عبد الصمد، ياسين البساطي، ساكو الجهة اليمنى لياسين البساطي، وضربة خطأ يقول حكم اللقاء لأيوب برحيم من جانب الجيش الملكي. تنفذ الكرة من سمير الزكرومي بسرعة، مهدي النغمي، أنس عزيم لحمزة حجي، يوسف أنور تحول للجهة اليمنى وترك الجهة اليسرى لصلاح الدين عقال. علي رشدي يمرر، علي رشدي في الجهة اليمنى سيحاول التمرير، تمريرة جميلة، صعود جيد لعلي رشدي، تمريرة كانت جميلة. سمير الزكرومي يمرر بدوره في اتجاه صلاح الدين عقال في الجهة اليسرى، يمرر كرة خطيرة، يتدخل الدفاع، هدف لصالح فريق الجيش الملكي ضد مزرعة اللعب، وخطأ لدفاع فريق أولمبيك أسفي. مهدي النغمي يسجل أولى أهداف اللقاء في حدود الدقيقة 34، كانت تمريرة وسوء تقدير أعتقد من المدافع فريق أولمبيك أسفي. نتابع اللقطة يعني بشكل مركز، مرة صلاح الدين عقال، كان سوء تقدير من مهدي كرماج أعتقد، أو كان يوسف الترابي، سوء تقدير من يوسف الترابي، أراد تمرير الكرة بالرأس للحارس حمزة حمودي، لكن مهدي النغمي يستغل الفرصة ليعلن عن تسجيل الهدف الأول لفريق الجيش الملكي. على أي
اللقاء يتحول من جديد والنتيجة تغيرت لصالح فريق الجيش الملكي. احتجاجات الجمهور على مجموعة من قرارات حكم اللقاء. سننتظر رد فعل فريق اولمبيك اسفي امام الفريق. وقت كافي للعودة في نتيجة اللقاء. 10 دقائق من الجولة الأولى وجولة كاملة أمام فريق أولمبيك أسفي للعودة في نتيجة اللقاء. مارتين القرش ترابي يبعد الكرة بمناويات مهزوزة. الآن سيلعب يوسف الترابي ما لم يتلقى تشجيعات من الطاقم التقني ومن اللاعبين. حمزة حجي فرصة لإثبات إمكانية اللاعب. تسلل نور الدين القرش تلعب الكرة بسرعة. تلعب الكرة من حمزة حمودي لفافرة للغيني ساكو. يوسف الترابي يعيد الكرة لفافرة. ضغط لاعبي فريق الجيش الملكي. علي رشدي في الجهة اليمنى مدافع بصفات المهاجم. تدخل ايوب بورحيم. كرة ما زالت في مربع عملية الجيش الملكي. مراوغة جميلة وضربة خطأ لصالح فريق اولمبيك اسفي. قلت بامكان فريق اولمبيك اسفي العودة مجددا في نتيجة اللقاء. ياسين البساطي عندما قضى مواسم مع الحسنية اليوم مع فريق اولمبيك اسفي يبحث العودة لمستوى المعهود. لعب بامكانيات جيدة جدا. ضربة الخطأ تنفذ الكرة خطيرة إذا دخل الدفاع. وضربة خطأ لصالح مدافع الجيش الملكي. نور الدين القرش هو مهاجم تحول لمدافع في ضربات الخطأ وضربات الزاوية. على أي استمر اللقاء، استمر المواجهة دائما. تفوق الجيش بهدف ل0. أنس الزنيتي ينفذ ضربة المرمى. تجاوز منتصف الملعب يتدخل مهدي خرماش. رفيق عبد الصمد وكان هدف غني معاوي. تحول الكرة لصالح فريق الجيش الملكي. يونس حمال تدخل جيد لدييكو. السيلفا ينتظر الكرة. بيساتي رفيق عبد الصمد. تدخل الدفاع. كانت جملة أو كرة تكتيكية بين 3 لاعبين فريق اولمبيك اسفي في الجهة اليسرى. تدخل دفاع الجيش. علي رشدي في الجهة اليمنى لاعب جيد. رفيق عبد الصمد في منتصف الملعب يعيد الكرة لمحسن عفافرة. محمد ساكو لرفيق. تدير المساندة رفيق يحصل على ضربة خطأ. ضربة خطأ لصالح فريق اولمبيك اسفي. بامكان الضربة الثابتة
أن تحول نتيجة اللقاء متى استغلت بشكل جيد. تمرير الكرة سيكون من طرف ياسين البساطي، وبالتالي الكرة ستكون دائرية مقوسة في اتجاه مرمى أنس الزنيتي. 7 لاعبين من فريق أولمبيك سبي بمربع العمليات. تمرر الكرة خطيرة تدخل في المكان والزمان المناسبين لأنس الزنيتي. كانت كرة تقريبا خادعة لياسين البساطي، أوهم الجميع بأنه سيمرر وسدد مباشرة في اتجاه مرمى الجيش. تدخل كما نتابع كان جيد لأنس الزنيتي. تلعب الكرة مرة أخرى في اتجاه مرمى حمزة حمودي. رفيق عبد الصمد يسيرها مع سمير السكرومي. ضربة خطأ. ضربة خطأ لصالح فريق أولمبيك أسفي. سنتابع إعادة ضربة الخطأ. ضربة خطأ لصالح فريق أولمبيك أسفي. رفيق عبد الصمد أعتقد سيكون وراء التسديد أو محسن العفافرة أيضا يسدد بشكل قوي. ننتظر رفيق عبد الصمد أو محسن العفافرة. الرفيق يسدد كرة خارج حدود الملعب، وبالتالي دون تهديد حقيقي لمرمى أنس الزنيتي. تلعب الدقائق الثلاث الأخيرة من العمر القانوني من اللقاء. دائما تفوق فريق الجيش الملكي بهدف ل0. الموسم الكروي ما زال في بداية الأولى أمام كل الأندية المغربية. موسم شاق، موسم طويل من اللعب والجهد والعطاء والعرق، لكن تبقى للدورة الأولى أهمية بالغة. لنضع مقارنة بسيطة الآن بين متصدر الترتيب وآخر الترتيب. فريق المغرب التطواني ب 12 نقطة، ونجد في أسفل الترتيب أندية بالكاد حصلت على نقطة ونقطتين، وبالتالي أعتقد أن البدايات تكون هي اللبنة الرئيسية لمسار ومصير كل فريق في الدوري المغربي للمحترفين. كرة في منتصف الملعب، محمد ساكو يحصل على ضربة خطأ. مهدي خرماج بسرعة يمرر لي دا سيلفا. لم نشاهد دا سيلفا بأكثر من ربع ساعة قدم عطاء أفضل. الدقائق الأولى من اللقاء حذاري من حملة المرتدة لفريق الجيش الملكي. علي رشدي يراوغ، لاعب جيد. رفيق عبد الصمد يبحث عن المراوغة، يراوغ، يمرر في الجهة اليسرى. يوسف الترابي، ترابي يمرر. أنس عزيمة يتدخل. سمير السكرومي يعيد الكرة للمراني. المراني يوسف أنور، أنور يمرر كرة تجاه صلاح الدين عقال، وتسلل يعلن أنه حكم اللقاء لصلاح الدين عقال. رفيق عبد الصمد ومرة الكرة من يوسف الترابي سهلة لأنس الزنيتي. سمير السكرومي، أيوب بورحيم يعيد الكرة للسكرومي. سكرومي القرش، تمريرة خاطئة خارج أرضية الملعب. علي رشدي تجاه دا سيلفا، يتفوق عليه المراني.
تماس ينفذ الكرة بسرعة. ياسين البساطي، ياسين عيد الكرة لمحمد ساكو، علي رشدي في الجهة اليمنى، خطيرة كرة بإمكانية التمرير، يمرر الكرة سهلة لأن زازنيتي. كان من الأفضل أن تكون كرة مقوسة في اتجاه اللاعبين. على أي مجهود محمود لعلي رشدي على مستوى الدفاع، أيضا يساند كما تابعنا بشكل جيد خطوط الهجوم. جناح عصري كما يقال، لاعب مدافع ومهاجم. ضربة خطأ لصالح فريق الجيش اللحظان. نتابع التمرير لعلي رشدي، كانت تمريرة كل شيء فعله علي رشدي إلا التمرير الجيد. دقيقتين كوقت بدل ضائع، لعبنا تقريبا دقيقة واحدة. خطيرة، خطأ دائما خطأ، لكن لحسن الحظ كان هناك تسلل. خطأ من مدافع فريق اولمبيك اسفي. على أي تستمر المواجهة بين الفريقين، ستستمر بشكل أكبر خلال الجولة الثانية. دقيقة واحدة متبقية، لا أعتقد بأن ستكون كافية لتغيير نتيجة اللقاء على فريق اولمبيك اسفي أن يعيد ترتيب الأوراق كما سيرتبها أكيد فريق الجيش الملكي بشكل جيد في مستودعات الملابس. محسن عفافرة، معاوي عفافرة، رشدي مرة أخرى يراوغ بشكل جيد، يمرر ياسين البساطي، رفيق عبد الصمد، تضيع الكرة من رفيق عبد الصمد، يوسف حمال، تدخل خرماج ويتدخل الحكم ليعلن عن نهاية الوقت القانوني من الجولة الأولى التي انتهت لصالح فريق الشمالكي بهدف. نلتقي مع بداية الجولة الثانية للقاء.